لما بنيجي يبقى عندنا حاله جفاف ونكون جعانين بسببها بنعمل حاجه غلط جدا في الشتاء، الا وهي اننا نروح نشرب ميه ساقعه او نروح نشرب عصير. مشروب بارد بيخليني ابرد اكتر، فبقى بدل ما انا عالجت جوع الجفاف بقى عندي جوع البرد، فاروح اكل اكتر او احس بالجوع اكتر. فانا عندنا في الشتاء بنلعب بحاجتين. في الوجبات الرئيسيه بنلعب بالشوربات، وحتى بناخدها ممكن بين الوجبات كنوع من السناكس الصحيه والجميله، منخفضه في الكالوريز والسعرات الحراريه، غنيه بالطعم والنكهه على حسب ما بعملها، واقدر ان هي تديني ميه، بس ميه دافيه وطعمها جميل تعالج لي حته الجفاف اللي عندي، وفي نفس الوقت تخليه متدفي. تمام. ده بالنسبه للشوربات. وطبعا عندنا شوربات ممكن حمص الشام مثلا كنا لسه بنتكلم عنه في بدايه الحلقه انا واسماء، ده برضو طبعا ولا بيتخن؟ لا طبعا ما بيتخنش ولا حاجه، ده من السناكس الهايله جدا في الشتاء. لو عملت نصف كوب من الحمص، طبعا اتفرجت على الفقره ما شاء الله حضراتكم قلت كل الفوائد العظيمه اللي موجوده فيها، بس هي طبعا سناك رائع جدا اخده في نص اليوم.